السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة حلويات أعز الناس، قناة اللي كتهتم بكل ما يخص الحلويات. كما كنعرفوا جميع فالعيد الفطر قرب على الأبواب، واليوم جيت نشارك معكم حلوى من حلويات العيد، حلوى راقية ولذيذة وفي نفس الوقت تعجبكم. كما كتشوفوا معايا شكل اليوم شكل رائع، المقادير قليلة واقتصادية ومراحل حتى هي بساط وقلال باش تحصل على هذه الحلوى وعلى هذا الشكل هذا. انا متاكده ان شاء الله مجرد ما غتشوف فيه غتنوضي تجربيه وتصوبيه في دارك. باش ما نطولش لكم عزيزاتي، مباشره نبداو في الشكل ديال الحلوى ديالنا. المقادير والتجهيز: عندنا 250 غرام ديال اللوز اللي عندي قشار محمر من قبل وطحنته كما كتشوفوا معايا عزيزاتي، طحنا مزيان. كنضيف عليه 150 غرام ديال البسكويت اللي كيكون عندي حتى هو مطحون بهذه الطريقه هذه عزيزاتي مباشره. كندخلطهم شويه مع بعضهم باش يندمجوا. من بعد عزيزاتي كنجمعهم بنسلي كراميل كما كتشوفوا معايا عزيزاتي، وراه هاد نسلي كراميل كنت سبق لي وجدته معكم في شكل ديال الحلوى قبل. كنبدا تحريك وتخليط ديال العناصر اللي هي البسكويت واللوز محمر باليد ديالي كما كتشوفوا. ضروري من الجميع ديالو مزيان حتى يندمجوا لنا هاد العناصر. كنستمر عزيزاتي في جمع العناصر بالنسبه للكراميل كما كتشوفوا معايا حبيباتي، وانا كنجمع حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. كنضيف شويه ديال الكراميل اللي بقى لي في الصحن كما كتشوفوا عزيزاتي حتى كنكمل الكميه ديال الكراميل كامله، وكنحصل على واحد العجين اللي كيكون متماسك، واحد القوام اللي كيكون رطب ولكن متماسك. هذا هو القوام اللي حصلت عليه عزيزاتي من بعد ما دمجت اللوز محمر وبسكويت مطحون مزيان. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. من بعد كنبدا نشكل كويرات صغيره وكنعمل الحفيره في وسطهم. طريقه باينه وسهله في الفيديو كما كتشوفوا معايا عزيزاتي. كنوضع في كل وحده حبه من البندق وكنشد عليها مزيان كما كتشوفوا معايا عزيزاتي. انا فضلت نوضع الحشوه ديال هاد الحلوى في وسطها حبه البندق عزيزاتي، وانتم كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تضيفوا فيها حبه ديال اللوز او اكاجو، كيبقى لكم الاختيار. وبالاضافه ممكن ما تعدلوا فيها والو، تخلوها غير باللوز والبسكويت مجموع بالنسبه فقط. يمكن لكم تكتفيوا غير بهذه الطريقه هذه. كنستمر بتجهيز حبات ديال الحشو ديال حلوى الشوكولاته كما كتشوفوا معايا عزيزاتي بالبندق حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال اللوز. بهذه الطريقه عزيزاتي كنحصل على كميه وفيره ديال حشو او حشوه ديال الحلوى ديال الشوكولاته. هاد الشكل عزيزاتي كيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف بالنسلي واللوز والبندق. حلوى كتجي لذيذه وراقيه ومتاكده غادي تعجبك. من بعد عزيزاتي كما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الكميه كامله جبت قوالب ديال السيليكون. بالنسبه للقوالب السيليكون اللي عزيزاتي اللي بقى لك الاختيار في الشكل اللي حبيتي توجديه به. انا اخترت هذا الشكل هذا نزولا على طلب زبونه. اول شيء كنبدا بملء قوالب ديال الشوكولاته بالشوكولات الابيض. بالنسبه للكميه ديال الشوكولات فهي خدات لي 1 كيلوغرام ديال الشوكولات ابيض، وكما يمكن لك تبدل من الشوكولات الابيض للشوكولات الاسود، ولكن عزيزاتي حريه الاختيار. اول شيء عزيزاتي
فانا كنوضع ملعقة تقريبا ملعقة كبيرة من الشوكولاتة البيضاء في قوالب السيليكون كما كتشوف معايا عزيزاتي بهذه الطريقة هذه. من بعد كنبدا نوضع حبات ديال اللوز في الوسط ديال القوالب السيليكون اللي عمرتهم بالشوكولاته الابيض. طريقه سهله وحلوى رائعه وكتوجد بالخف. كنستمر بهذه الطريقه هذه بوضع الشوكولاته البيضاء في قوالب السيليكون ونوضع عليها حبه ديال الحشو، ومن بعد كنضيف عليها ما تبقى من الشوكولاته البيضاء حتى كتملى لنا الشكل ديال السيليكون اللي عندنا موجد. كنستمر عزيزاتي بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الحشو اللي عندي كامل. طريقه سهله غير بمراحل قلال ومقادير بساط كنحصل على حلوى اللي هي رائعه وكتحمر الوجه مع الحباب ومع العائله. من بعد ما ساليت الحلوى ديالي كامله او الاشكال ديال حلوى الشوكولاته كامله ودخلتها للثلاجه باش تنشف، كنبدا في تجهيز زينه ديال هاد الحلوى. كما كتشوفوا معايا انا اخترت هاد الفورمه هذه كما تشوفوا معايا، هاد البلاستيك اللي فيه على شكل وريضات صغار كنملأهم بالشوكولاته الدائبه كاملين كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. طريقه سهله وخفيفه وبسيطه. كنستمر ديال الورود بالشوكولاته. من بعد عزيزاتي كندخلها للثلاجه ونرجع لكم باش نكملوا الحلوى كاملين مع بعضنا. من بعد ما نشفت لنا الحلوى ديالنا في الثلاجه كما كتشوفوا معايا عزيزاتي كيكون هذا هو الشكل ديال السيليكون. كتوجد دغيا غادي نبدا بازاله ديال حبات ديال الحلوى من السيليكون. طريقه سهله وكتوجد بخف كما كتشوفوا معايا عزيزاتي. فكنحصلوا على واحد الشكل اللي هو رائع وجميل غير المراحل كما قلت لكم قليله. الشكل ديال الحلوى ديالنا كتجي شكل رائع ولامع كما كتشوفوا معايا. حلوى رائعه وما غتندميش عزيزاتي على التوجد ديالها في المناسبات الدينيه والمناسبات حتى في الافراح، علاش لا. بالاضافه حتى الشكل ديال الحلوى في قوالب السيليكون كيخرجوا دغيا من القوالب وكتخلي الحلوى الشكل ديالها شكل جميل. غادي نستمر ازاله ديال الحلوى من القوالب ونرجع نكمل معكم باقي المراحل. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيجي جميل بزاف. اول شيء كنبدا بتنظيف الجوانب او ازاله الزوائد ديال الشوكولاته بالجناب ديال الحلوى هذه كما كتشوفوا معايا بسكين حتى باش نحصل على حلوى اللي كتكون مقاده من الجوانب. طريقه سهله. كنستمر عزيزاتي حتى كنكمل الحلوى اللي عندي كامله بهذه الطريقه هذه عزيزاتي. كما كتشوفوا الحلوى كتجي جميله بزاف ومقاده وانا متاكده غادي تعجبك. من بعد عزيزاتي كما كتشوفوا معايا غنبدا بالتزيين ديال الحلوى. اول شيء عزيزاتي كنبدا بوضع خطوط من الشوكولاته البيضاء على جوانب الحلوى كما كتشوفوا في هذه الطريقه عزيزاتي. طريقه سهله. كنستمر بوضع خطوط رقيقه من الشوكولاته. من بعد عزيزاتي كنبدا بوضع وتزيين الخطوط بحبات ديال العقيق اللون وردي.
انا كانت عندي خطوبه ديال بنت الله يكمل عليها ربي بالخير، عملت لها حبات ديال العقيق الوردي بهذه الطريقه هذه عزيزاتي، نزولا عند الطلب ديالها. كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي خططتها بالشوكولاط الابيض كامله بهذه الطريقه هذه. كنستمر عزيزاتي في تزيين الحلوى كما كتشوفيها معايا عزيزاتي بهذه الطريقه هذه، الطريقه اللي كتكون سهله وبسيطه. دائما كنأكد على سهله على حسب انا دائما نحاول نجيب لكم اشكال اللي كيكونوا سهلين وبساطين وفي نفس الوقت كيكونوا جميلين وانيقين. كنستمر في تزيين حبات ديال الحلوى ديال الشوكولاته كما كتشوفوا معايا عزيزاتي. فانا سبق ليا وجدت معكم زهور ديال التزيين، زهور ديال البلاستيك اللي كنت وضعت معكم في الثلاجه، ومن بعد ما خرجتهم كنوضع حبات او قطرات ديال الشوكولاته وكنلصقهم بهم، طريقه اللي كتكون سهله بزاف. اما بالنسبه للشكل فهو ما نقول لكمش عليه، الشكل كيجي رائع 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 جدا. كنكمل وكنستمر تكمله تزيين ديال الحبه ديال الحلوى ديال الشوكولاته، ومن بعد نرجع نقدمهم معكم. كما كتشوفوا عزيزتي فهذا هو الشكل اللي حصلت عليه، شكل كيجي جميل بزاف بزاف. يمكن لك عزيزاتي تستكفي بهذه الطريقه هذه ديال التزيين وتقدميها لحبابك بالصحه والراحه. كما يمكن لك عزيزاتي تقدميها بهذه الطريقه هذه وبهذا الشكل هذا، فهي كتكون طريقه احسن واجمل. تقدميها لحبابك، كتوضعيها في الوقتات اللي كيكونوا مذهبين وكتقدميها لهم بالصحه والراحه. انا متاكده عزيزاتي غادي يعجبك الشكل ديال النهار وغتوجديه العيد ان شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد. طلبا وليس امرا، اذا كنت اول مره كتزوري او اول مره كتزور قناه حلويات اعز الناس، عملوا لنا اشتراك وجيم، وما تنساوناش بالتعاليق ديالكم، وشاركوا هذا الشكل هذا مع الاحباب ديالكم والاصحاب باش تعم الفائده للجميع. وعيدكم مبروك.